السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحيكم ولكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي. كل من الله نبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده، بصلتين 3 صغيرين او بصلتين كبار، مع قرن فلفل، وحطيت عليه توم مفروم. هضرب كل ده في الكبة. طب هتضربيه في الكبة وهنعمل بيه ايه؟ هقول لكم دلوقتي. يبقى احنا جبنا بصلتين قشرناهم وغسلناهم. لو عندك بصل صغير يبقى 3 أو 4. كبار حلوين كده او وسط يبقى بصلتين مع قرن فلفل مع فصين توم، وضربتهم في الكبه زي ما انتم شايفين كده. وهنضربهم تاني وانزل الجناب وانزلها واقوم لحد ما تبقى ناعمه زي ما انتم شايفين كده. خدتها من الكبه بقى وهصفي كل ده. هتصفيه من ميته؟ هصفيه من ميته. هو المفروض ان انا اعمل بصل بس انا بضرب معاه قرن فلفل والثوم بالمره. وكله يبقى مع بعضه. وهناخد التفل بس مش عايزين الميه. تمام؟ قولوا تمام كده. انا جبت بتنجانيه بقول لكم غسلتها وهحطها على العين اشويها. انا بحطها على العين. في ناس بتحط في الفرن، ممكن تحط في صاجه، في صاج وتدخليه الفرن، وممكن تحطيها على صاجه على العين. انا بحطها على العين على طول وبشويها بصراحه. حطيت بقى اللحمه المفرومه اهوت على البصل والثوم والفلفل اللي انا ضربته في الكبه وعصرت ميته. هتبله بقى. حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت بابريكا، حطيت كزبره ناشفه، حطيت بهارات مشكله اللي هي الصفرة دي. لو عندك برضو 7 بهارات ماشي، رشة جوز الطيب ماشي. قطعت برضو عودين بقدونس، وحطيت معلقتين نشا. معلقتين نشا يا معلقتين بقسماط اللي موجود عندك. البقسماط برضو حلو. ممكن برضو تحطي لقمة عيش سواء فينو او بلدي، حلوة برضو كطريقة مع الكفتة. يعني انا بعمل دلوقتي كفتة، فدي كمية نص كيلو زي ما انتم شايفين كده عملتها. طبعا البصل لازم نكون مصفين ميته. نملك كل حاجتنا في بعضها بقى، وبجيب صينية وبدهنها مادة دهنية، سواء بقى نقطة زيت، معلقة سمنة، المتاح عندك، او حسب نوعية اكلك، لان في ناس بتاكل بزيت بس، حسب الحالة الصحية يعني. بصبحها بقى. ممكن تعمل لها صوابع، تعملها كور براحتك. انا بصبحها، او في الفيديو هنا بنعملها صوابع. وحطيتها في التلاجة تشمع شوية. طيب هتشمع شوية وبعدين نسويها وواحدة واحدة مع بعضها كده. غسلت حبة طماطم كده وهضربهم في الكبة. برضو الطماطم لما تضربيها بعد البصل بتضيع ريحة البصل من الكبة. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا هنضرب طماطم وهنصفيها. يعني هنعمل حاجة جنب الكفتة. هنعمل ايه جنب الكفتة؟ هنعمل مكرونة زي ما انتم شايفين كده. بس طريقة المكرونة النهاردة هوريها لكم. انا مش هسلقها، يا رب كده تكون اضافة، او يكون بناتي كده اول مرة يعرفوها. يعني في مسلوقة وفي المختوم كده. ضربت الطماطم زي ما انتم شفتم وصفتها. البتنجانة بتشوي اهي. طبعا بقلبها على العين، مش بحطها على جنب واحد. بحط بقى في حلة كده زيت وسمنة. طبعا المكرونة زيت وسمنة برضو، كل واحد حسب الحالة الصحية. حطيت الطماطم اللي انا صفيتها، بهرتها، حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت بابريكا بس. وهسيبها بقى تتسبك كده. كده كانت الكفتة بتاعتي اتشمعت في التلاجة. حطيتها بقى تستوي. طبعا الكفتة مش بحط فيها حاجة، بحطها على النار، هي بتنزل السوائل اللي فيها وبتستوي منها. البتنجانية بقى بحطها على العين وبقلبها على الجنب ده شوية الجنب ده شوية لحد ما تستوي كده وتبقى طرية حلوة معايا كده ومستوية. بقوم واخداها بقى واسيبها تبرد في طبق، وبعدين بقطعها زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بالبتنجانية دي؟ هنعمل بابا غنوج او سلطة بابا غنوج. طبعا بننضفها من القشره السمراء دي خالص، سواء شويناها باي طريقه زي ما قلت لكم. وبعدين بنحط عليها الزيت ونحط الطحينه، نحط فص توم كده، ونضرب عليه قرن فلفل برضو حراق بقى بارد حسب ما بتحبوا. وبنبهره برضو بالملح والكمون والكزبره. ما بنحطش غير كده. ليمون وخل بقى. ممكن تحطي له برضو معلقه زبادي او معلقتين حسب الكميه. يعني لو عامله بتنجانيه يعني ممكن معلقتين زبادي. وبنحط فص الثوم ونظبط الملح بتاعها كده. الكفته معايا بتستوي اهي. التسبيكه برضو بتاعه الطماطم بتسبك معانا. طيب الطريقه ديت احنا ما سلقناش المكرونه. لاحظوا المكرونه محطوطه نيه اهي. دي طريقه المكرونه المختومه يا حبايبي. يعني انت بتسبكي الطماطم الاول، وبعدين بتنزلي بالمكرونه، وبعدين تغطيها بالميه بس كده. بس دي مع المكرونه اللي الكيس. المكرونه اللي السايبه هتعجن. تمام. يبقى احنا عندنا طريقتين للمكرونه. وقطعت بقى قرن فلفل اهوت برضو عشان يدي ريحه كده للمكرونه بتاعتنا حلو. وبسيبها بقى بعد ما اغطيها بالميه واسيبها تستوي. وبهد عليها بعد ما تشرب ميتها كده، او تحطها على صاجه براحتها كده. ديت المكرونه المختومه. البتنجان بقى رجعت له كنت سبته عبال ما اظبط المكرونه. يعني هنظبطه برضو. تحطي له ليمون والخل وتركني. تمام. طبعا الملح بتدوقيه.
دي سلطه الطحينه. طبعا احنا كنا عاملين الطحينه مع بعض انتوا عارفين قبل العيد، فعندي كميه طحينه. عملت بقى سلطه الطحينه، حطيت على فص توم برضو، وحطيت ايه شعرة ملح وكمون اهوت وبابريكا وشعرة كزبرة تديها ريحة حلوة وفص توم. وبعدين ايه بحلها بالمية بس كده وحبة زيت. شايفين كده؟ ممكن برضو سلطة الطحينة تحط لها معلقة زبادي، وممكن ده الطريقة الأصلية ليها. يبقى عملت سلطة بابا غنوج أو البتنجان مشوي. عملت سلطة الطحينة كده. هعمل يعني ايه سلطة طماطم. قطعت خيارايه وطماطمايه وقرن فلفل. وعندك جزرايه ماشي، وبحط برضو عود بقدونس او عود كزبره المتاح عندك، عود جرجير، خس، حسب الخضار الموجود في السوق. وبنبهرها برضو بالملح والكمون، وبحط لها ليمون وخل. يعني الليمون والخل معانا في الاكله النهارده. ده البقدونس اهو. عندك كزبره ماشي برضو، ممكن تحطي خضار مشكل، وزي ما قلت لك جرجير، خس، جزرايه، فلفل الوان مع الفلفل الاخضر. يعني المتاح عندك دي سلطه خضار او سلطه طماطم. وبنظبطها برضو، ممكن تزودي لها ميه عشان تعملي ميه طماطم جنب الكفته، يعني عشان تحسي مشويه. الكفته برضو من الاكلات الخفيفه في الصيف ان انت تعمليها سندوتشات، بما اننا كنا رافعين قبل كده الفيديوهات اللي قبل كده كنتاكي وشاورما، وقلت لكم على السندوتشات ممكن تنفع في الرحلات. يعني من الاكلات الخفيفه في الصيف بدل الطبيخ والحاجات دي. وبرضو ممكن ايه في الرحلات ان انت تعمليها سندوتشات مع سلطات، مع حبه بطاطس، مع حبه شيبسي. يعني حاجات ايه سهله وبسيطه. كده كانت اكلتنا خلصت. شايفين المكرونه المخدومه تحفه ازاي، احلى من المسلوقه. الكفته بتاعتنا، السلطات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.